هل عمرك صحيت من النوم وحسيت إن كل حاجة حواليك تتكرر؟ الناس بتكرر نفس الكلام، نفس الجمل، ده حتى نفس الابتسامات. وانت برضه تصحى من النوم، تعمل قهوتك وتبدأ تشتغل، وبعد كده تنام وتصحى تعمل قهوتك وتبدأ تشتغل وتنام وتصحى. هتبدأ تحس كأنك ما بقتش عايش في حياة، وإنما هي قلبت على مسلسل. وتلاقي ان كل حاجة بتحصل حواليك كأنها مكتوبة بسيناريو، وفي السيناريو ده انت حتى مش البطل، انت مجرد ترومان. فيلم ذا ترومان شو واللي نزل سنة 1998 من بطولة جيم كاري ما كانش بس قصة عبقرية أو حتى سبق عصره، ده كان صدمة، نبوءة، أو مراية سحرية خلتنا نشوف ايه اللي هيحصل في المستقبل قبل ما نوصل له بسنين. النهارده احنا مش بس هنحلل الفيلم، احنا هنفككه وهنشوف ازاي فيلم ذا ترومان شو كان اول من حذرنا في العالم اللي احنا عايشينه النهارده، عالم من الوهم والتكرار والرقابه والسجن اللي احنا بنيناه بايدينا وعمالين نضحك فيه. ترومان بيربانيك راجل عادي بيصحى كل يوم في نفس المدينه، نفس الشوارع، نفس الوجوه، لكن اللي معرفوش ان حياته بالكامل برنامج تلفزيوني، ايوه مسلسل. من اول لما اتولد كاميرات خفيه في كل حته، وكل شخص في حياته وهو ممثل. حتى ابوه اللي مات بقرار من السيناريست. طب وبالنسبه للترومان فهو عايش في اكبر استوديو في العالم، والناس بتتفرج عليه 24 ساعة، لكن زي أي نظام محكم لازم يوصل عند لحظة معينة وبيقع بعد كده. إضاءة تقع من السماء، راديو يكشف تحركاته، نظرات غريبة من الناس، وأسئلة بدون إجابات. ترومان هنا يبدأ يشك، وهنا الفيلم يعتبر بيبدأ بجد، أو مش الفيلم اللي بيبدأ إنما هي الحقيقة. ترومان هو رمز، واسم الفيلم نفسه مش صدفة. تقولي إزاي؟ هقولك تعالى أشرح لك. وطي وانزل معايا حبه وقرب. اول حاجه عندنا الاسم كتب ازاي. الاسم على البوستر بتاعه او على النت عامه بيتكتب بالطريقه دي، هي ترومان، انما معنى الاسم الحقيقي فهو ترو مان، واللي معناها رجل صادق او رجل حقيقي. هو مش بطل خارق ولا ذكي ولا متمرد من اول مشهد، انما هو ببساطة انسان ترو مان عاش طول عمره داخل نظام مريح سهل ومتوقع، لحد لما زهق وبدأ يشك. والشك هو أول خطوة ناحية الحقيقة، ودي النقطة اللي احنا كمشاهدين لازم نقف عندها. هل انت كمان ترومان عايش في واقع اتبنى ليك، واقع محدد ومصمم ومغلف علشانك انت بس؟ هل انت فعلا بتختار ولا بتتصرف زي ما الناس عايزين؟ لو حسيت ان في حاجة غلط في كل ده فمبروك، انت بدأت تفوق. ولو وصلت للنقطة دي في الفيديو حابب افكرك، لو الفيديو عجبك لحد هنا ما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب في القناة، ولو تعرف حد من صحابك بيحب النوع ده من المحتوى او بيحب فيلم ذا ترومان شو ابعت له الفيديو ده. وخلينا نكمل. كريستوف واللي بيدير البرنامج التلفزيوني بتاع ترومان هو مش مجرد مخرج للبرنامج، انما هو اله عالم ترومان. هو حرفيا قاعد فوق عالم ترومان، قاعد بيتحكم في كل حاجة، وصوته بيجي من السماء، بيقرر مين يعيش ومين يموت وامتى يحصل عاصفة مثلا. لكن الغريب في الموضوع ان كريستوف مش بيكره ترومان، بالعكس ده بيحبه وشايف ان هو باللي بيعمله ده انه بيحميه من العالم الشرير او العالم الواقعي. كريستوف بيقول لترومان في الاخر مفيش حقيقة بره، نفس الاكاذيب نفس الخداع، انما انت هنا امن. وده سؤال وجودي الفيلم بيديهولنا، هل الافضل تعيش في كذبة مريحة ولا تواجه الحقيقة المؤلمة؟ شخصية كريستوف بتمثل كل نظام بيحاول يقنعك انك مش هتقدر تعيش لوحدك، وانك لازم تمشي على سطر زي بقية الناس، وان برضو اللي بره مخيف. بس الحقيقة بتبقى عكس كده، اللي مخيف فعلا انك تفضل عايش وحاصر نفسك جوه وهم وتقتنع انه كده امان. واحدة من اغرب المفارقات في الفيلم ده وهي ان ترومان حر نظريا، بيتحرك وبيروح شغله وبيشتري جورنان وبيكلم جيرانه عادي، لكن في الحقيقة هو مراقب في كل لحظة. وده بيشبه عصرنا الحالي بشكل مرعب.
كاميرات في كل شارع، موبايلك بيشغل اللوكيشن ويعرف انت فين كل الوقت، كل حركة ليك تتسجل. والأغرب من كده إنك مش بتكون متضايق، بالعكس انت اللي بتمد ايدك وبتديهم حرفيا اكسس لكل حاجة في حياتك، صورتك على الانستجرام، ويومك في ستوري او في ستريك، مشاعرك ومشاكلك على تويتر، علاقاتك العاطفية على فيسبوك. احنا اللي بقينا في ذا ترومان شو، بس الفرق ما بيننا وما بين ترومان ان ده كله بموافقتنا. احنا اللي بقينا نمثل ونتصنع في حياتنا مش عشان مجبورين، لأ، لكن عشان عايزين نتشاف اكتر. وده اخطر من ترومان بكتير. هو ما كانش عارف انه محبوس، انما انت عارف ومكمل بعد لما كريستوف كان في قمة الجبل. تمام، كل حاجة بتقع في لحظة واحدة. بعد سلسلة كبيرة وطويلة من الشك المستمر، ترومان بيقرر انه يهرب. بيبدأ يركب مركب صغير ويتحرك بيه لوحده لأول مرة. كريستوف في قمة نجاحه وجبروته بيتصرف زي الإله الغاضب وبيخلق عاصفة، لكن ترومان ما بيستسلمش ويفضل مكمل لحد لما المركب تخبط في الحيط. في النهاية في حيطة والسماء طلعت مش سما، والحقيقة اللي كانت مستنياك على بعد خطوات بس. اللحظة دي تقريبا من أعظم اللحظات في تاريخ السينما، لأنها مش بس لحظة هروب، لأ، دي لحظة إدراك إن كل اللي فات ده كان مجرد كذبة متقنة. والشجاعة مش بس في الهروب، إنما هي كمان في اعتراف إن ترومان كان فعلا مخدوع. ودي لحظة لازم توصل لها في حياتك عموما، يعني مش لازم تكون حيطة ملموسة خالص، ممكن تكون حيطة داخلية زي مثلا الخوف من كلام الناس وقيود المجتمع وقناعات اتزرعت جواك من وانت طفل. كل ده اعتبره استوديو، والحقيقة ورا الحيطان. كريستوف يكلم ترومان من السماء ويقول له: ترومان، أنا عارف إنك خايف، مش هتعرف تتعامل مع العالم اللي بره، فخليك هنا أحسن. ترومان بيفضل باصص بعيد وفي صمت، فكريستوف بيتعصب وبيقول له: ترومان، اتكلم، قول حاجة، أنت على التلفزيون. بيبدأ يبص له ترومان ويقول له جملته الشهيرة: In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. وبيطلع يمشي للعالم الحقيقي. مشهد بسيط لكن في نفس الوقت تقيل جدا. انت ممكن تبقى عارف الحقيقة، لكن هل عندك الجرأة انك تخرج وتعيشها؟ هو ده سؤال الفيلم الحقيقي، وهي دي الرسالة اللي الفيلم بيحاول يوصلها لنا. وكل مشاهد لازم يسأل نفسه السؤال ده بعد لما الفيلم يخلص والشاشة تسود. الفيلم ده اتعمل سنة 1998، يعني قبل ما الفيسبوك يتأسس وقبل اليوتيوب وقبل الانستجرام وقبل التيك توك طبعا، يعني قبل ما حياتنا تبقى بث مباشر كلها على النت. ذا ترومان شو كان سابق عصره بحوالي 10 سنين كده مثلا. اتكلم عن الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي كأنه كان شايف المستقبل، وده اللي بيخلي الفيلم ده تحفة فنية. مش بس تحفة فنية، لكن تحذير أو جرس إنذار أو رسالة بتوصل لنا عن طريق الدراما. لو في شخص بيتفرج عليك 24 ساعة، هل هيشوف حياة حقيقية ولا نسخة مزيفة منك بتتصنع علشان تعجب الناس؟ هل هتكون عايش باختيارك ولا هتكون بتمثل دور مكتوب ليك؟ ويمكن كمان السؤال الأهم هو: هل عندك استعداد تخبط في الحيطة وتطلع منها؟ فيلم ذا ترومان شو بينتهي، لكن القصة مش بتنتهي، علشان السؤال اللي الفيلم بيطرحه بيبدأ بعد لما الفيلم يخلص. هل تعيش في وهم مريح ولا تعيش في حقيقة مؤلمة؟ هل هتفضل تقول لنفسك ماشي الحال ولا هتسأل هو أنا ليه بعمل كده أصلا؟ الحقيقة مش إنك تمشي في الشارع، الحرية هي إنك تشوف الحيطة وتختار إنك تعديها. ومش دايما الاختيار بيكون سهل، وده متوقع، بس دايما بيكون حقيقي. فيلم ذا ترومان شو مش مجرد فيلم، ده تجربة أو مراية ضخمة بتقولك بص على نفسك الأول قبل ما تبقى مشاهد
في حياة واحد تاني. صراحة فيلم ذا ترومان شو هو تاني فيلم مفضل ليا بعد انترستيلر، وانا فعلا كنت حابب اتكلم عن الفيلم ده عشان الفيلم ده فعلا جميل جدا، ومش حابب اقول لك اندر ريتد عشان هو معروف برضو، بس تقريبا ده بالنسبة لي احسن فيلم في مسيرة جيم كاري. انا لسه ما اتفرجتش على Eternal Sunshine of the Spotless Mind، واللي البوستر بتاعه او فان ميد بتاعه ده موجود هنا. طبعا ذا ترومان شو مش موجود هنا، بس ناوي ان شاء الله من بعد الفيديو ده اي فيلم هتفرج عليه هبدا اعلق له بوستر او فان ميد، مش عارف بصراحه معظم الحاجات دي اصلا فان ميد. تمام، لو عجبك اللي سمعته ما تنساش تعمل شير للفيديو لحد لسه عايش في استوديو، ومحدش يعمل لي شير للفيديو بتاعي. وانت انزل في الكومنتات وقول امتى حسيت انك زي ترومان، ومين هو كريستوف اللي في حياتك. كان معاكم إيميل، وفي حياتي ما شفتنيش تاني. Good afternoon, good evening, and good night.